استاذنك يا باشا، لما تيجي تشتري طقم بوجيهات لعربيتك لازم المصدر الرئيسي اللي انت بتشتري منه قطع الغيار لازم يبقى موصول تمام. ان البوجيهات ما فيهاش كلام. تعالى بص كده معايا هوريك الفرق ما بين البوجيه الاصلي من البوجيه اللي هو بيتباع لك على اساس ان هو اصلي وبتشتريه ب 2000 جنيه وب 1000 ونص. عايزك تقرب معايا كده. البوجيه ده صاحب العربيه كان مشتريه على اساس ان هو اصلي. بص يا باشا، ده البوجيه المضروب. عايزك تيجي بقى تبص على البوجيه ده كويس وبص على تمام الاثنين. لو بصيت للشمعه بتاعتهم هتبقى واحد. ده متباع على اساس ان هو اصلي وده متباع على اساس ان هو اصلي. هتقدر تفرق ما بين الاثنين ازاي؟ على الصاموله اللي هي ال 16 دي بيبقى موجود عليها كود او سيريال نمبر زي ما انت ما شايف كده، وبيبقى مكتوب على البوجيهات جبان تمام. ده البوجيه الاصلي اللي انت هتشتريه. شايف بقى ده عامل ازاي؟ مش مكتوب عليه حاجه اصلا. مهما تلف الصاموله مش موجوده. وبص الشمعه هنا عامله ازاي؟ البوجيهات دي لسه متغيره. شايف البوجيه؟ البوجيه زي ما يكون مش 100,000. خلي الفني او الميكانيكي او المهندس اللي شغال في العربيه يرجع يبص على قطع الغيار. وما تنساش كل فيديو بنحل فيه مشكله، بس التجربه الحقيقيه مستنياك عندنا في الفيكس.